السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للنادي الأهلي فوزه الكبير على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب. النادي الأهلي النهارده حطم أرقام قياسية كتير من خلال مشاركته في كأس العالم للأندية. النهارده وصل للفوز السابع ووصل للهدف رقم 20. الهدف رقم 20 ده خلّاه في مصاف برشلونة ومونتيري المكسيكي. النهارده النادي الأهلي عبّر عن شخصيته القوية، قدر إن هو يكسب أوكلاند سيتي، الفريق اللي إحنا ممكن نقول متواضع في المستوى ولكن بيمثّل إن هو بطل قارة، بطل قارة الأوقيانوسية، بس الأهلي قدر يتغلب عليه 3-0 بمباراة قوية جدًا، جدًا، الأهلي أدّاها برتم عالي وبطريقة هجومية بحتة. النهارده النادي الأهلي في الشوط الأول استحوذ على الكورة أغلب الوقت، وقدر نجمه حسين الشحات اللي النهارده انضم للمشاهير بفوزه أو بهدفه اللي أحرزه النهارده، يعتبر اللاعب المصري الوحيد اللي أحرز في 3 دورات كأس عالم للأندية، يعني متساوي مع رونالدو ومتساوي مع ميسي ومع جاريث بيل. فالنهارده حسين الشحات بينضم للعظماء، رونالدو وميسي وجاريث بيل. طبعًا بالإضافة للاعيبة الأهلي ككل، النهارده محمد هاني كان في مستوى غير طبيعي. محمد هاني يعني ما شاء الله ماشي بمستوى عالي جدًا في مباريات الأهلي الأخيرة كلّها. أليو ديانج النهارده طبعًا الدبابة القاطرة البشرية، يعني من أحسن مبارياته. طبعًا حمدي فتحي الاكتشاف الجديد لكولر يعني في نفس مركز قفشة، ففعلًا مأدّي مباريات من العيار التقيل. النهارده أحمد عبد القادر بيعبّر عن نفسه. فعلًا الأهلي كان كُلّه نجوم النهارده، نجوم فوق العادة. علي معلول من أحسن ماتشاته ومن أحسن تمريرات ليه ومن أحسن كُرة هجومية ومن أحسن تغطياته. محمد هاني طبعًا قُلنا من أحسن مبارياته ومن أحسن الأداء. ففعلًا النادي الأهلي النهارده قدّم مباراة للتاريخ. النادي الأهلي خلاص يعني في مصاف العظماء، مصاف المشاهير. النهارده بيعبّر عن ذاته كبطل أفريقيا وكمشارك في كأس العالم للأندية، وحتى لو مش بطل أفريقيا النسخة الأخيرة، بس من أكتر الأندية الأفريقية تتويجًا ببطولة كأس أو دوري أبطال أفريقيا. عبّر عن ذاته النهارده كممثل لأفريقيا، هزم أوكلاند سيتي. مارسيل كولر قدّم مباراة هجومية بحتة، حتى تغييراته كانت النهارده كلّها فيها هجوم. النهارده كهربا لمّا نزل وطبعًا محمد طاهر وبيرسي تاو أضافوا للنتيجة. طا كهربا عمل assist من أجمل الأسيستات في العالم بالكعب لبيرسي تاو. محمد طاهر يعني اتسبب في طرد المدافع النيوزيلندي النهارده، وكان في ضربة جزاء اتحسبت ورجع حسبها بعد الرجوع للVAR من برّه. فعلًا الأهلي عنده squad عالي جدًا، لعيبة قاعدة على الدكة في نفس مستوى اللعيبة اللي في الملعب، وكُلّه بيجتهد وكُلّه بيلعب عشان الفرقة ككُل، وكُلّه بيخدم المنظومة ككُل. مبروك للنادي الأهلي، مبروك جماهيره، مبروك لمجلس إدارته، مبروك لرئيسه محمود الخطيب. كل التمنيات الطيبة للنادي الأهلي. إن شاء الله عنده مباراة يوم السبت مع سياتل ساندرز بطل أمريكا الساعة 19:30 إن شاء الله. لو الأهلي كسبها بإذن الله هيواجه ريال مدريد في الsemi final. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، وكل مصر بتشجع النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله ننافس على كأس العالم للأندية بإذن الله. وإن شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم. وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.